Hey officer, what happened downstairs? Oh, I don't know. It's a guy just like you. عاملين كل حاجة. كام فرد واقفين، كام عربية مطافي كتير جدا. عاملين حسابهم هنا. موجود أنا في قلب الحدث حرفيا. البداية كانت من هنا وأنا ماشي في الشارع طبيعي، مفيش أي حاجة تبين إن في خطورة جاية. وفجأة المكان اتحول لكمية عربيات مطافي كبيرة وإسعاف وبوليس في خلال لحظات، كل ده عشان الخطورة اللي جت. فجأة واحدة حصل حريق قوي تحت الأرض مشتبك بالمترو. خليني أوضح لكم إن كل حاجة اتصورت في الفيديو ده كانت حقيقية، وأنا حضرت الموقف من البداية، وكنت محظوظ إن أنا أشوف حاجة قدام عينيا واقعية 100% إن هما بيتعاملوا إزاي في المواقف اللي زي ديت. ومطافي ولاية نيويورك هي الأكبر في أمريكا بعدد 10,051 موظف بيرتدوا الزي الإطفاء، يعني جاهزين لأي استعداد، وهي تاني أكبر قسم إطفاء في العالم. وفريق مطافي نيويورك في سرعة عالية جدا باستجابة عالية ان هم بيجوا لمكان الحريق في خلال لحظات، حرفيا في خلال لحظات. الغريب بالنسبة لي ان انا كان مسموح لي ان انا اصور الحدث كله من البداية للنهاية، وما كانش عندهم اي مشكلة. يعني فريق المطافي كان معاهم مصورين وهم متعينين مع فريق المطافي عشان يصوروهم، ان هم بيوثقوا اللي بيعملوه من البداية للنهاية. ده كان غريب بالنسبة لي، ما بيحصلش عندنا ده. وبيجوا بقطرة كبيرة جدا ان هم بيوصلوا للمكان الحدث في خلال لحظات. والميزة كمان ان هم اول ما بيوصلوا للحدث مش بيقدروا ياخدوا خطوة واحدة غير لما يتأكدوا ان كل حاجة صالحة ان هم يستخدموا فيها المية او الاطفاء. مش يقدروا يستخدموا المية غير لما في اشخاص معينين يدولهم الامر ان هم يبدأوا يطفوا الحريق. هم بيفكروا كل حاجة بدقة جدا قبل ما يعملوا الخطوة اللي هيقدروا يعملوها، ان هم بيحطوا كل حاجة في مكانها الصح حرفيا.
الناس ديت عندهم مستوى تاني خالص من اللي احنا فيه. اتمنى ان انا اشوف حاجة زي ديت في بلادنا ويكون متطورين للقيمة اللي هم فيها هنا. الناس هنا بصراحة بيحترموا شغلهم جدا وبيقدروا اللي هم بيعملوه، لانهم عندهم ارواح ناس وبيتدربوا على حاجة زي دي عشان هم عارفين ان هم في ايديهم ارواح ناس، مش الامور ببساطة. انا حرفيا كنت بصور مع وسط الناس اللي بيطفوا وما كانش حد منهم مزدعج، بل بالعكس ان هم كانوا عاطيني التصريح ان انا اصور الحدث من البداية للنهاية. هم فخورين بحاجة زي دي، ان هم بيعملوا شغلهم على اعلى وجه، يعني مش خايفين عشان صورتهم تبقى وحشة قدام الناس. هم عارفين ان هم بيعملوا شغلهم بأعلى جودة. لسه بيطفوا في الحقيقة هناك كده ورايا تحت الأرض، هي موجود أكتر من 5 عربيات مطافي. ودي حاجة أنا كنت مستغرب ليها، إزاي أنا مسموح لي أصور في حدث زي ده. بس أنا حبيت أوصل لكم الصورة إزاي الناس هنا بيتعاملوا في المواقف اللي زي ديت، من الناحية إن هم عاوزين يوصلوا رسالة لأي شخص إن هم فخورين بشغلهم وقادرين إن هم يعملوا أعلى جودة. هم هنا لسه بيطفوا في الحريقه، والحريقه اتطفت اوريدي، بس هم واقفين لحد ما يتاكدوا ان كل حاجه مظبوطه، كل حاجه ما فيهاش خطوره لاي حد يمر في الشارع، لان المكان ده في الشارع في قلب الداون تاون نيويورك. أنا حبيت أوصل لكم رسالة من الفيديو هنا عشان تعرفوا إزاي الناس بيتعاملوا في المواقف اللي زي دي. يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة عشان أكمل وأقدر أعمل فيديوهات تانية كتيرة.